في يوم من الأيام وبالتحديد عام 2004 كان في 3 شباب يربطهم رباط الصداقة. وفي يوم من الأيام كانوا بيشاهدوا المباراة النهائية لكرة القدم الأمريكية، فقامت مطربة سمراء البشرة يطلق عليها اسم جانيت جاكسون، وقامت بالغناء في الاستراحة المخصصة لنصف المباراة. وقد تعمدت هذه المطربة أن تثير للمشاهدين بأسلوب غير مقبول، مما أثار ذلك ضجة كبيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. ومن هنا بدأ ال3 شباب بالبحث على صفحات الإنترنت عن الفيديو الرئيسي الذي يقوم بتوضيح ما قامت به تلك المطربة، إلا أن أولئك الشباب لم يتمكنوا من إيجاد أي شيء بخصوص ذلك الأمر، وبدأوا يفكروا في إنشاء موقع متخصص لعرض كافة الفيديوهات إيجابيا كانت أم سلبيا. وفي العام نفسه حدث تسونامي في المحيط الهادي، والذي قد تسبب حدوثه في مقتل حوالي 250,000 شخص. ولما جاء أولئك الشباب ال3 كي يبحثوا عن فيديو يوضح تلك الحادثة، لم يعثروا على أي شيء أيضا، على الرغم من أنها كانت كارثة كبرى لا يستهان بأمرها. ثم عادت تلك الفكرة السابقة وبدأت تلمع في أذهانهم من جديد، وبعد مضي بضعة شهور قليلة، وكان ذلك على وجه التحديد في يوم 23 من شهر إبريل في عام 2005 من الميلاد، قام أحدهم بزيارة حديقة الحيوان التي تعرف بسان ديغو الموجودة في ولاية كاليفورنيا، وهناك تم الالتقاط من قبله لفيديو مدته قصيرة شيئا ما. وعلى الفور في نفس اليوم قام بتحميل هذا الفيديو على الإنترنت، ومن ثم قام بوضع عنوان للفيديو تحت اسم أنا في حديقة الحيوان. ومن تلك اللحظة بدأت الانطلاقة الأولى لليوتيوب، والتي قد أحدثت تغير واختلاف واضح على مستوى العالم. وظلت الفكرة تنتشر وتتوسع ساعة تلو الأخرى، فقام أولئك الأصدقاء ال3 بتأسيس موقع اليوتيوب، وهم موجودين في غرفة موجودة فوق مطعم ياباني. وقد أتاحوا الكثير من الفرص لكل من يرغبون في تحميل مقاطع فيديوهات على الإنترنت. ومن ثم تم وضع برامج أخرى تم إعدادها لاحقا، والتي لا يقتصر دورها على المشاهدة فحسب، وإنما إضافة لذلك تم إضافة المشاركة وكذلك التعليقات. وبعد أن مضى عام واحد على ذلك التأسيس لموقع اليوتيوب، بلغ عدد تحميلات الفيديوهات المختلفة 60,000 فيديو، وقد وصلت النسبة الخاصة بالمشاهدة إلى 100 مليون مرة. ونتيجة حتمية لهذا النجاح الباهر وغير المسبوق من قبل، أسرعت شركة جوجل لشراء اليوتيوب، وكان ذلك في عام 2006 بمبلغ مالي قدره 1.5 مليار دولار أمريكي. وبعد أن مضى عام على ذلك، حققت شركة جوجل نجاحا ملحوظا وغير مسبوق من قبل. وبالنسبة إلى موقع اليوتيوب، وقد بلغت عدد التحميلات حينها 100,000 فيديو، وذلك في اليوم الواحد فقط. أما عن نسب المشاهدة فقد بلغت حوالي 800 مليون مرة. ومن هنا احتل اليوتيوب المركز الثالث الذي يلي جوجل وفيسبوك. وبكده تبقى انتهت قصة النهاردة. لو عجبك الفيديو انزل اعمل لايك، ومتنساش تشترك في القناة عشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول. وشكرا للمشاهدة، وفي أمان الله.